أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد. صلوا على سيدنا النبي. ايه صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ بصوا النهارده بقى يوم حلو كده، في تفاصيل كتير نبتديها كده. اول حاجه قمنا حضرت الفطار، صحيت طبعا بقى كده لقيت عبد الله وحمزه صحي ورايا. رحت قلت ايه بقى افطرهم واخلصهم هما الاول علشان خاطر ايه، اللهم صل على سيدنا النبي، يعني اشوف اللي ورايا. طبعا حضرت لهم هما الفطار وفطروا. وبعد كده بقى إيه، كان عندي شويه مواعين كده في المطبخ، قلت يلا تشجع معاكم كده ونعملهم. دي كوبايات مكان الفطار كده. وكان عندي شويه حله يا دوبك وطبقين، فقلت برضو ايه اخلصهم كده معاكم. وبعد كده بقى كان عندنا شويه حاجات كده في اليوم قلنا هنعملها عشان نخلصها، عشان برضو ايه، يعني انا اخر اليوم كده هنزل. فكنت عايزه اخلص كل حاجه بدري بدري وانجز قبل كمان محمود ما يجي من الشغل. فخلصت المواعين ورحت داخله بقى كده على طول على على البوتاجاز. بصوا، انا عايزه اقول لكم على حاجه. انا دايما بعمل الحركه دي يعني وانا في المطبخ، فبما اني كده واقفه بصب المواعين معاكم فقلت اقول لكم عليها. بصوا، انا دايما لما بيكون في مواعين كتيره قدامي بنجز حاجه حاجه، يعني ممكن الكوبايات الاول حاجه دايما هي اللي بعملها الاول، عشان قبل ما طبعا اوسخ الاسبونج ولا الكلام ده كله. فطبعا بعمل الكوبايات الاول واسيبها. ولو في مواعين تانية قدامي مثلا، يعني زي ما انتم شفتوا كده الحلة كان فيها الاطباق، خدتها مثلا حطيتها ورايا كده على البوتاجاز. قلت طب ما اخلص الكوبايات عشان برضو ما احسش ان ايه الدنيا مكركبه كده قدامي. لما بحس الدنيا مكركبه قدامي بحس ان ببص ومش طايقه نفسي كده وحاجه وهم فوق دماغي وبشيل الهم واقعد اقول يا لهوي المواعين كتيره ومش كتيره ومش عارف ايه. فلا، انا بخلص كده حاجه حاجه قدامي، بخلص مثلا الكوبايات اللي قدامي واشطفها كده واخلصها. بعد كده اروح جايبه مثلا بقيه المواعين اروح غسلاهم كده، احس ان المواعين معايا بقت خفيفه كده ومش مواعين مش مهما كانت كتيره. فبحس برضو ان هي ايه مش متكومه كده. بس فلما بخلصهم بقى بحس ان انا كده خلاص فعلا مرتاحه كده. خلصت المواعين كلها ورحت ايه رصاهم بقى كده. وتعالوا اوريكم شويه حاجات. تعالوا بقى اوريكم المشتريات اللي انا اشتريتها، اي نعم حاجات بسيطه كده بس يلا قلت اشاركها ايه معاكم واوريها لكم واوريها لكم. بصوا، اول حاجه انا بس جبت ايه علبه الصابون دي بريل. انا مش عارفه هي مقاطعه ولا لا بصراحه عشان ما اكدبش عليكم يعني بس انا لسه مستخدماها دلوقتي. نحطها كده على الحوض تاني. جبت، بصوا اللهم صل على سيدنا النبي. بصوا جبت دول 3 فرش كده للبوتاجاز. بصوا اهي هفتحها كده. بصوا اهي سنها كده رفيع شوية. بصوا هما التلاتة على بعض بيبقوا عاملين 20. بس انا قلت هجرب بيهم يعني الاتساخات اللي بتبقى في البوتاجاز دي، والحروف بتاعة البوتاجاز بتبقى عايزة حاجة رفيعة. فقلت هجربها كده معاكم. حتى طلعت واحدة هي عم بها برضو البوتاجاز اصلا دلوقتي. بصوا جبت ايه تاني. جبت الصفاية الصغننة دي شكلها كيوت قوي وعجبني، مع اني عندي والله حاجات صغيرة بس انا قلت دي بتبقى على قد المج يعني. احطها في قلب المج كده واصب الحاجة من فوق لو عاملة ينسون مغلي او نعناع او حاجة عشان ما تنزلش بتفلح. بس جبت بقى الكوكتين القمر دول قلت ادلع نفسي بيهم. والباكت فيه 2، يعني دول تكتين كده مع بعض كده. بصوا عاملة قرنين، هبقى عاملة قرنين كده. وجبت الاتنين دول برضه، ده لون الفوشيا وده المنت. شكلهم تحفة قوي عجبوني، قلت يلا ما ادلع نفسي شوية. وجبت الجاروف الصغنن ده. بصوا اهو. اهو عجبني برضو. قلت ايه لما بيكون في حاجة على الرخامة، يعني اكنسها والمها كده على الجاروف عشان ما انزلهاش في الارض، حتى لو الارض نظيفة الارض ايه ما بتتبهدلش. بصوا شكله عجبني كده صغنن وكيوت قوي.
جبت بقى الخمس فوط دول ميكرو فايبر. بصوا الوانها حلوه، هما 5 مع بعض، الاخضر والبينك واللبني والموف الاصفر. جبت 5 كده على بعض، قلت لاستخدام المطبخ. وجبت دول ده هوك بتلزق كده. بص اللزق بتاعه من هنا، يعني بتشيل الحته الفضي دي. بس افتحه لكم برضه اوريه لكم. لا هو للاسف ما بيتفتحش غير من فوق. لا استنى بيتفتح اهو. بصوا اهو، بنشيل الحته السيلفر دي ويتلزق على الحيطه بقى، على الرخامه، على اي حاجه. جامد جدا ومتين جدا. عبد الله وطي شويه. جامد ومتين جدا. فانا قلت انا ايه، انا محتاجاه يعني، عايزاه في حاجات ضروريه. فكنت محتاجه واحد تاني بصراحه معايا، بس قلت ايه هجيب واحد دلوقتي وبعد كده ابقى اجيب واحد تاني مش مشكله. كان في منه الذهبي ده وفي منه السيلفر، بس انا قلت ايه هجيب الذهبي، يعني شكله حلو لونه منور كده. بس دي كانت المشتريات اللي انا جبتها. وتعالوا يلا نكمل نشوف هنعمل ايه في يومنا. بعد كده بقى بصوا دخلت على البوتاجاز. بصوا كان شكله وحش كده وكان بقالي يومين ما غسلتوش بصراحه. فجبت بقى ايه الباور بلس ده. انا بعمل بالبوتاجاز دايما حلو جدا. برشه على البوتاجاز كده واسيبه بتاع 3 4 دقايق، وبعد كده بروح دعكاه بقى بسلكه خشنه من السلكه اللي استانلس الخشنه دي. طبعا بصوا كل الدهون الناشفه دي ده كان نسكافيه مش فاكره او سحلب على ما اعتقد. اتدلق وسبته بصراحه ما غسلتوش في ساعتها فنشف. فبصوا برش عليه الباور بلس ده واسيبه 5 دقايق بالظبط، بيكون ايه خلاص داب وفك يعني، وما بياخدش اي مجهود بصراحه خالص. وزي ما وبروح حاطاه برضو كده على عيون البوتاجاز، برضو برش منه شويه، وبرضو باللفس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. على بالليفه الاستانلس برضو بدعك، ما بياخدش معايا اي مجهود بصراحه خالص. وبدعك بقى بالسلك جامد جامد جامد. شايفين بقى؟ يلا بصوا غمض عينيكم فتحوا. شكل البوتاجاز اهو. بص ما خدش في ايدي 5 دقايق خالص. خلصته بقى ورحت طالعه قلت اشوف ايه اللي ورايا. بصوا لقيت حمزه جايب لي المكنسه وبيعمل لي الصليب. بيقول لي يا ماما انا هساعدك، انا هخلص معاك عشان نخلص بسرعه عشان ننزل، عشان احنا كنا نازلين. كنا هننزل بقى نروح عند حمايه وكده. فقلنا عبد الله يخلص الواجب الدرس بتاعه، عشان برضو لو جينا متأخر بالليل ما يبقاش عليه واجب، لان عنده درس بكرة الساعة 10 الصبح، فما بقاش الواجب متكوم عليه. فقلنا نخلصه. وانا كان عندي شوية غسيل كده عايزين يطبقوا، رحت مطبقاهم. وحمزة بصوا عمال يكلمكم، عمال يقول لي يا ام انت هتشغلي الكاميرا وانا قاعد بذاكر. قلت له معلش معلش يا عبد الله هي ثانية بس. وخلصنا بقى شوية الغسيل دول. وحمزة كمان عبد الله خلص واجبه معاكم اهو. بصوا عبد الله ايه عمال يقول لي ماما طب انا مش عارفه اركز، يعني ما بيعرفش يركز والكاميرا مفتوحه قدامه مش عارف يركز في الواجب. بقول معلش معلش. راح ربنا يا رب يوفقه هو واللي زيه، يا رب يوفق كل الطلبه يا رب العالمين، ويفرحكم بولادكم وينجحوا يا رب، تشوفوهم احسن الناس. هما كانوا مخلصين كده امتحانات الشهر بس اهو، يا دوبك اخر الشهر بقى 12 هيخشوا امتحانات بقى نص السنه. بصوا بقى هنا بعد ما خلصنا الواجبات عبد الله وحمزه كانوا نازلين بقى ايه يحلقوا. بص حمزه يبص لكم ازاي. كانوا نازلين بقى يحلقوا عشان كان بقى لهم كتير ما حلقوش وشعرهم طويل قوي. ولما بيجوا ينزلوا المدرسه الصبح او الحضانه لازم ابللهم شعرهم الاول، بعد كده راح احط لهم كريم بقى علشان شعرهم يبقى حلو. بس بحس ان هم خلاص يعني هيبردوا الصبح، طبعا بينزلوا الساعه 6:30، فبحس ان هو هيبرد. فقلت لا ما بديهاش بقى. قلت لمحمود خدهم بقى كده ايه احلق لهم.
وفعلا بقى جه من الشغل. زر الجرس يا راجل اعملوا لايك واشتراك وفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكوا كل جديد. طب بحبكم قوي. والسلام عليكم. بحبكم قوي وبحبكم قوي، ويكون في ده نعمله. والسلام عليكم. يا راجل لما هما لسه هيشوفوك لما تروح تحلق وتيجي. ايه هكسر الشاشة. يا سلام. هكسرها لك على فكرة دلوقتي. يا راجل طب هاتي بقى. لا خلاص، قلبك كبت قلبك كبت. يلا لهم سلام مؤقت. سلام مؤقت. خلاص. بس محمود جه بقى خد العيال نزل يحلق لهم وجاب لي شويه حاجات كده وهو جاي. بس نشوف بقى هو جاب ايه. جايب لي كوسه وليمون حمص الشام وشطه مولعه. مش جايب لنا هنا ايه تاني؟ جايب كريب وجايب دقيق ونشا وجايب بطاطس وجايب قوطه. يما وروني. ايوه استنى. ايوه كده وريني. حمزة كمان لسه شعره طويل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بقى بسرعة، وكنت انا حضرت لهم الغدا، عملت لهم كريب، وده كان روتيني بقى النهارده. يا رب الفيديو يعجبكم واشوفكم ان شاء الله خير باذن الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.